عايزه اعرف انت مش عايزه تتجوزي ليه؟ هل انت شايفه نفسك ان انت صغيره وتستاهلي احسن واحد في الكون؟ ماشي، كلنا فينا عيوب، بس انت مش عايزه تتجوزي ليه؟ كل مره انت صغيره دلوقتي، كل ما تكبري كل ما الفرص هتقل. انا عارفه الكلام ده مش هيعجب ناس كتير. كل ما هتكبري كل ما الفرص هتقل، كل ما انت اللي انت ما كانش عاجبك هتضطري يعني هتوافقي عليه وهتتنازلي. وخدي بالك إيه، كل واحده يعني مثلا لا قدر الله البريد ممكن تترفع عندك وانت صغيره، يعني مش فوق ال 40 لا تترفع كده خلاص مفيش بيبيهات. لو اترفعت لا قدر الله مثلا حبه املاح، المبيض تعبانه، الكلام ده كله، الرحم مثلا مع الوقت ومع العمر بيحصل بقى حاجات وكده وبتتعبي وما تعرفيش انت تبقي قادره ان انت ما يكونش عندك عيل، ما عندكيش اطفال، يبصل لنفسك ان انت خلاص لا انا هستنى الفرصه. لا، كل واحد هيجيله من المكان اللي هو يعني مثلا انت في السوشيال ميديا هيجيلك من اللي في السوشيال ميديا، انت مثلا في شغاله في شركه هيجيلك من اللي في الشركه، انت مش عارفه مستواكي، انت بتروحي نوادي هيجيلك من النوادي، بتروحي حفلات هيجيلك من الحفلات. ما تفتكريش، ما تحطيش طموحك. واخيرا والله العظيم نصيحة مني لوجه الله، خدي اللي يتقي الله فيكي، بلا حب بلا. اللي بيحبك هيخاف عليكي، مش هيلمسك، مش هيمسك ايدك، مش هيعمل اي حاجة. اللي بيحبك فعلا والله يا بنت الحلال يا اخواتي، والله انا عاملة الفيديو دوت يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتي، يمكن حد يقتنع والله العظيم. يمكن اي حد يبقى يلمسك او يمسك ايدك ويقول لك اعديكي في خطوبة او غير خطوبة او كده، ده ما بيحبكيش. لا، ده ما بيحبكيش. اللي بيحبك هيخاف على الناس يشوفوكي انت وحشه، يعني يقولوا لا لو مسكت ايدها اللي عدوا دول هيقولوا عليها ايه او كده، هيخاف عليكي، هيراعي ربنا. وخلاصه الكلام، خلي ربنا يختار لك، انت ما تختاريش. اقعدي كده وانت ساجده، انا عملت كده وانت ساجده كده، يا رب اختار لي، انا مش عارفه اختار، يا رب اختار لي، انا مش عارفه اختار، انا ماليش غيرك يا رب، انا ماليش غيرك، اختار لي، مش عارفه اختار. مش تقولي يا رب اختار لي وتصلي صلاه استخاره وتقولي انا عايزه ده، لا، خلي ربنا يختار لك. وما تقعديش يا بنتي، ما تقعديش، كل ما والله العظيم كل ما تكبري فرصك هتقل، وهترضي الناس انت مش كنتيش راضيه بيهم، وفي الاخر هما اللي مش هيرضوا. انت صغيره وحلوه ومش عارفه ايه وبيجيلك ومش عارفه ايه، لا، كل ما تكبري كل ما الفرص هتقل، كل ما هيجيلك مثلا عريس كل فين وفين على ما يجي. لا لا، اتجوزي، خلي يبقى عندك عيال، خلي الشغل مهما اشتغلتي ومهما مش عارفه ايه، لو تعبتي هتقعدي، ما تبصيش للشغل، ما تبصيش ان انت اموره وجميله وصغيره، ما فيش حاجه بتفضل على حالها، كله بيكبر. خلي يبقى عندك عيل وفرحي اهلك بيكي، والله انا عارفه